السلام عليكم يا أخوانا الطيبين. أقسم بالله العظيم وكتاب الكريم الناس الدعم سريدل أنا قايلهم والله العظيم الناس ديل كويسين والناس، لكن أقسم بالله أنا ما بتفاجأ يوم بالأيام الكلام ده يحصل. هل تصدق أنا أوريكم الماركة لما دورت والله يشهد الله، والله يشهد الله، والله نايمين في الأنابر. أي ناس الجيش ديل والله نايمين في الأنابر. عندي أخوي والأمي قام دق لي تلفون قال لي يا فلان حاصل لكم شنو هنا في الخرطوم؟ قلت له ما في أي حاجة. حاصل شنو؟ قال لي جابوا هنا، قال في الناس المشتبكين في خرطوم هناك. طبعا في معسكر بتاع دعم السري جنبنا هنا كويس. قعدنا شويه كده، انا قال الكلام ده هزار شويه كده. البل ده قام دور النازل والله دقونا والله لازم النازل بسلاح ثقيل كويس. والله لازم من دون الاساكر عندنا الناس والله شفتها ما بدوقوا ذات والله لا صلحنا لا اي حاجه ولا مدوق يوم بالايام النازل يدقونا. لكن يا اخوانا للاسف في النهايه أين الجيش؟ بنشتغل بالتكتيك، بنشتغل بإخبار. الناس داقين لنا يوم كامل، داقين لنا يوم كامل، لكن الحرب ده لقوا زمانك. الزول لما يكون قديم في الحرب وانت زول جاي جديد ما بتقدر. أقل عسكري هسه عندنا خدمته كم سنة؟ أقل عسكري ده لو ما عنده خدمته 17 سنة. معقول تحارب لقوا عسكري خدمته 17 و 20 سنة وما فوق؟ ها؟ معقول؟ الناس داقين لنا بشنو؟ بالثنائي والرباعي والدوشكات. لكن اقسم بالله لازم معسكرهم ده اين اكلناه بكلاشينكوف بس. اقول دماغ وخبره وتكتيك شغلانين ما انتريا ولا كبر عدلات. والله هني ناس المظلات، ناس المظلات كويس. والله بكلاشينكوف بس اكلنا الناس دي، لكن اكلنا كيف؟ تكتيك واقول وتكتيك واقول. عندنا ميزه بنعرف نشتغل بها. كم سنه عمليات حرب، كم سنة عمليات حرب، 18 سنة 19 سنة. واحد يكون قاعد في الغابة ده بس تيجيك بس دقيق. معقول؟ والله لازم بكلاش كلاش تكتيك وعقل. النازل قبضناه زي شالوه مدفع قدر كده. يا اخوانا الحرب ده زكاوة. لو ما عندك عقل وما عندك تكتيك ما والله مو تشيل السلاح الدنيا دي كلها ما بتقدر تنسوا. عقل ودماغ.